حبايبي الحلوين عاملين ايه؟ النهارده الحلقة جديدة من حلقات تعلم قراءة وكتابة من كتاب ايه؟ من كتاب نور البيان. طبعا زي ما اتعودنا ان في اول كل حلقة احنا عندنا ايه؟ عندنا املا. يلا ابتدوا معايا اكتبوا. جهزتوا كراستك؟ احنا المرة اللي فاتت كتبنا الحروف اللثوية. انا المرة دي عايزاكم تعرفوني الحروف المفخمة، ال7 حروف اللي احنا عرفناهم ايه هما؟ اكتبوهم في الكراسة بتاعتكم. خلاويص؟ خلصتوا ولا لسه؟ عشان الشاطرين بقى اللي خلصوا يلا اكتب معايا اول كلمة شماخة. شماخة. فقدة. فقدة. تالت كلمة جثامة. جثامة. بعد كده لفحة. لفحة. آخر كلمة ولدا. ولدا. طبعا كل حبايبي الحلوين اللي تملوا الاملا دي ما تنسوش تصوروا الاملا وتبعتها لي على صفحتنا يلا تأسيس على الفيسبوك علشان اشوف كتبت صح ولا لا. اتفقنا؟ اتفقنا. طب يلا بينا نبدأ الفيديو. وقبل ما نبدأ اي حاجة ما تنسوش تعملوا لايك وشير وكومنت عشان يوصلكم كل جديد، وطبعا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. يلا بينا. بصوا بقى، عندنا اول حاجة هنا هقول ايه. احنا قلنا المرة اللي فاتت اخدنا في صفحة 11 ان احنا اخدنا حرف جديد اللي هو حرف الواو وحرف الفاء لما بيدخلوا على الكلمة. وامتى حرف الواو ما بيمسكش في الحرف اللي بعديه، طب وحرف الفاء بيمسك عادي. وقلنا هنا تعالوا نراجع مع بعض. وذكر هنا فحشر وخسف وقذف ووضع فمكث وسلك فخلف وزهق وقعد وصدف فخرج. طب يلا نقرأ بقى كلمتين. احنا قلنا ان الحصة الجاية عندنا ايه؟ عندنا امتحان. الامتحان هينزل على صفحة الفيسبوك الأول عشان حبايبي الحلوين اللي بيتابعوا معايا الفيديوهات يمتحنوا وبعد كده يبعتوا لي الحل، وهنزل لكم بقى ايه حل الامتحان في الحلقة بإذن الله اللي هتبقى بعد الجاية. يعني الحلقة دي الأول هتنزل نكون خلصنا حركة الفتح، وهنزل لكم الامتحان وهقول لكم تعملوا ايه عشان هيبقى فيه جوائز ومكافآت كتير. بقول لكم هنا بقى ايه. ركع وسجد. ركع وسجد. بقرأ أول كلمة هي لوحدها بس هجاوب. ركع وسجد. ركع وسجد. دخل وجلس. دخل وجلس. مسك فنظر. مسك فنظر. قنت فذكر. قنت فذكر. قنت فذكر. زرع وحصد. زرع وحصد. عرف وكتم. عرف وكتم. حلف فصدق. حلف فصدق. سأل فعرف. سأل فعرف. غرس فنبت. غرس فنبت. خلق فرزق. خلق فرزق. بسط فوهب. بسط فوهب. عبد فشكر. عبد فشكر. قفز فوقع. قفز فوقع. استعجلوا انتوا بقى دي. عبس وبسر. عبس وبسر. قرأ وكتب فنجح. دي بقى 3 كلمات. احنا اصلا قلنا يعني ايه الجملة، احنا ما قلناش يعني ايه جملة. الجملة يعني كلمتين او اكتر. الجملة يعني ايه كلمتين او اكتر. احنا دلوقتي بنقرأ جمل. بنقرأ ايه جمل. بصوا قلنا هنا ركع وسجد كده ادي كلمة وادي كلمة ماشي. يبقى عندنا دي كده ايه جملة. طب احنا كنا بنقرأ مثلا كده دي كلمة واحدة بس. طب هنا بنقرأ بقى ايه جمل. طب هنا دي جملة من 3 كلمات. قرأ وكتب فنجح. حكم وعدل فصدق. قطع ونشر فصنع. طحن ونخل فعجن.
طب بقول لكم ايه، يلا نقفل الكتاب كده، وانا عايزاكم تحاولوا تتملوا معايا دلوقتي جملتين. يعني اكتبوا لي مثلا كلمه زي كلمه ركع وسجد، جمله قصدي زي جمله ركع وسجد. واحده واحده. ركع وسجد. طب مين الشاطر هيعرف يكتب لي دخلا وجلسا؟ اخر حاجه زرعا وحصدا. بس انا مش عايزه اكتر من كده. طب الواجب عندنا صفحه ايه؟ الواجب عندنا كتابه صفحه 12، كتابه مرتين. كتابه ايه؟ مرتين. الاملا عندنا هتبقى صفحه، اتملينا المره اللي فاتت 8، نتملى المره دي صفحه 9. ماشي. ونحاول نتملى جمل من دي، عشان في الامتحان بتاع المره الجايه هيبقى عندنا املا فيها كلمات واملا فيها جمل. اتفقنا ولا لا؟ لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وكومنت، وطبعا تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. باي باي.